لم يقتصر التطور العلمي على النواحي الإلكترونية والطبية والحياتية، بل ومنذ سنوات عديدة ذهب العلم لتطوير جينات حيوانية لمواكبة الزيادات السكانية بالعالم والتغيرات المناخية والاقتصادية. مراسلنا سامي أبو دياب من تل أبيب والتفاصيل. في الجامعة العبرية بتل أبيب ومن كلية التطوير الزراعي يقوم البروفيسور أفيغدور كهانر منذ عدة سنوات بتطوير جينات الدجاج لإنتاج جيل جديد لا يحتوي على الريش الذي يثقل كاهلها ويحد من سرعة نموها. من خلال التجارب التي قمنا بها رأينا وأثبتنا أن لهذا الدجاج ميزة أفضل من الدجاج الطبيعي، فهو يتحمل الحرارة العالية بلا تجهيزات مناخية مثل التدفئة والتبريد، ويوجد توفير في الأكل وتركيباته. وهذا الدجاج لا يفقد الغذاء من أجل بناء الريش، وبدل صرف الطاقة الغذائية على بناء الريش يذهب الغذاء لبناء الجسم بشكل أكبر ووقت أقل. تطور جيني قائم منذ سنوات عديدة تم بموجبه تغيير تركيبة بنية الدجاج ليؤدي في المستقبل إلى توفير اقتصادي يستفيد منه المنتج والمستهلك، حيث أن هذا التغيير يقوم على خفض سعر الإنتاج لهذا النوع من الدجاج في البلدان الحارة بسبب التجهيزات المكلفة جدا، كما أن هذا النوع من الدجاج يحمل نفس الخصائص من جهة إنتاج البيض وطعم اللحم. الفرق الوحيد الذي يراه المستهلك بين الدجاج العادي والمطور أنه عندما يرى الدجاج قبل استهلاكه لا يحتوي على الريش فيمكن لذلك أن يثير استغرابه، وبشكل عام عندما يذهب إلى التسوق ويقوم بإعداده للطهي فلا يستطيع التفريق بين هذا الدجاج وذاك. الحديث يدور عن دجاج معدل يفي باحتياجات المستهلك الذي لا يستطيع التفريق بين دجاج طبيعي وآخر لا يحتوي على الريش، وقد يظن من خلال النظر إليه بأن مشكلة طبية ألمت به، الشيء الذي من شأنه أن يعيق تسويقه لدى بلدان كثيرة. هنا في كلية التطوير الزراعي قاموا بتطوير جينات دجاج لا يحتوي على ريش يثقل كاهلها وليكون أقل تكلفة وألذ طعما. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، من كلية التطوير الزراعي بتل أبيب.